في سؤال كتير بيتسأل: هو انت ازاي قدرت تعدي المواقف الصعبة اللي عدت عليك في حياتك؟ الحقيقة ان مفيش انسان بيقدر يعدي كل المواقف الصعبة اللي عدت عليه، حتى لو بيبان في الظاهر ان احنا عدينا وتجاوزناها، لكن بيكون في اثر في النفس، وبتكون في حاجة اثرت في شخصيتك نتيجة الموقف الصعب ده. في كلمة كده انا بقولها وناس كتير زيي بتقولها: كله بيعدي. هو فعلا كله بيعدي، ودي نعمة من نعم ربنا علينا، إن إحنا نقدر نعدي ونقدر نموف أون. هون عليه، كله بيعدي، مفيش حاجة بتقف. الزمن والوقت بيخلي كل حاجة بتعدي. الألم بيعدي، والمر بيعدي، والوجع بيعدي. مهما كنت متعلق بالشخص أو بالحاجة دي، لأن طبيعة الحياة ما فيهاش استقرار، ناس بتقرب وناس بتبعد، وإحنا حياتنا عاملة زي فصول السنة الأربعة، بنمر بيها طول الوقت، وطول الوقت بندور على الاستقرار اللي هو مش موجود أصلا غير في دار القرار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنا خلقنا الإنسان في كبد. وبالرغم من كل الكلام الجميل ده، إلا إن أنا شايفة إن المواقف الصعبة اللي بتعدي علينا بتعدي بس بتعدي وهي بتاخد مننا شوية طمأنينة، على شوية حسن ظن، على شوية تفاؤل، على شوية شجاعة من اللي عندنا، أو تكون خدت معاها حبة حاجات وحشة زي الضعف، أو قلة الخبرة، أو العطاء بزيادة، أو البعد عن ربنا. الفكرة في الآخر إن إحنا مش بنعدي الصعاب كأنها ما لمستناش، لأن هي بتعدي بس أوقات كتير بتفرمنا وهي معدية. الفكرة إن إحنا نستفيد من الدرس صح، والفكرة الأهم من كل ده إن إحنا نقدر نعلم ولادنا ونربيهم يعرفوا إزاي يتخطوا الصعاب من وهم صغيرين. كتير هنلاقي ولادنا راجعين زعلانين من موقف قابلهم في المدرسة، من صديق عمل معاهم موقف ضايقهم، من حد اتصدموا فيه. الواجب علينا في الوقت ده إن احنا نعرفهم إن في أوقات كتير دروس في الحياة بتكون على هيئة أشخاص، وإن احنا لازم نعدي، وإن احنا لازم نستفيد من الدرس صح، إن الشاطر هو اللي ما يكررش الغلط مرة تانية ويستفيد من الدرس. نستعين بالله ولا نعجز، وافتكروا دايما: It's never too late.